أهلا أحبابنا وأصحابنا، سواقين التكاتك، المشرعين الجمال اللزاز الطيبين. احنا النهاردة هنتكلم عن البيستم بتاع التوك توك، اللي هو العضو الرئيسي في الحركة ليه، أو أساس حركة التوك توك اللي هو البيستم. هنقول في تشريحه وفي شرحه إن البيستم ده بيعتبر هو البيستم الأوفست، أو ده البيستم الأوفست ده بمعنى إيه؟ بمعنى إن البنز مش في نص البيستم بالظبط، بيبقى فيه يمة واسعة ويمة ضيقة. اليمة الواسعة واليمة الضيقة دي في البيستم الأوفست اللي هو نزل في التوك توك أو البيستم. في يمة الواسعة دايما بيبقى دقة الاي ان اللي هي الانلت فالف ناحيتها. الاي ان دي بتبقى ناحية الواسع المفروض. وهنبين برضو هنا البيستم الحفر والبيستم الليزر. البيستم الحفر اللي هو زي ما قدامكم عليه السهم دلوقتي، بتلاقي الاي ان دي معموله حفر، بتبقى محفوره داخل ايه البيستم، حفر في الداخل نفسه. طبعا البيستم التاني ده اللي هو بيستم اللي هو الليزر، بيبقى الدقه بتاعته الليزر. بمجرد ان الحريق يشتغل وتبدا الحركه تشتغل، ما تلاقي الاي ان دي مع اي شويه مسحه صنفره والكلام من ده كله زي اللي مسحناها في دي. شايف الصنفره مسحت الاي ان ما اختفتش، هنا اختفت الاي ان. طيب يبقى الوضع ايه بالظبط؟ انا لما باجي بركب اليمه بتاعت الاي ان دي باستمرار على الدقه قدام. انا النهارده هكتشف العيب اللي موجود في اغلب العمارات اللي سببت مشاكل، ان الاي ان دي اتمسحت زي كده وما بقتش عارف تحدد، فبيركب ايه؟ ويمن، او الاي ان دي تكون مدقوقه غلط، يمت الناحيه الضيقه بين البنز ونهايه البست. فاحنا هنقيس النهارده وفي طريقه قياس لتاكيد الحفر او الليزر المسافه بتاعته. طبعا الحفر هنا بيقول لي ان دي الاي ان يمة الاتجاه الواسع، والليزر كذلك بيقول لي ان دي المفروض يمة الاتجاه الواسع، اليمة الواسعة اللي هركب عليها. طيب انا لو ما اختفت زي كده وما بقتش موجودة هعمل ايه؟ ثواني ونفكر مع بعض، واللي عارف اي حاجة ممكن يقول لي في التعليق ازاي يتعرف عليها ويبقى يديني برضو المفيد. ازاي يتعرف على الدقة بتاعتها اللي هي اختفت من الليزر زي كده ومش موجودة اهي قدام؟ تعرف ازاي؟ انا النهاردة هوريك تتعرف ازاي بالبوكوليز. هنجيب البوكوليز او القدمة الذات الورانية دي ونقيس من البنز من الداخل لحرف البستم للخارج. دي كده اليمة الضيقة، اليمة الواسعة مش راضي يعدي البوكليز اهو. دي كده تبقى اليمة الواسعة. بروح جاي كاتب اني معلم بحرف البوكليز كده، واكتب الاي ان برمز او اعمل سهم، اعمل اي حاجة بحيث انني ابقى عرفت اليمة الواسعة بتاعتي في البستم فين. هنا هنقيس البستم التاني اللي هو محفور بقى، واللي احنا عايزين نتأكد من المسافة بتاعة الاي ان اللي هي في يمة الاتجاه الواسع. هنلاقي هنا مفاجأة، والمفاجأة دي ضرورية لكل واحد انه يتحقق منها قبل تركيب البستم في الشميز. ليه؟ لأن لو أنا ركبت من غير ما أدقق في الموضوع بتاع إن الفتحة الواسعة ناحية الكربراتير أو اتجاه الدوران، اللي هيحصل عندي إن أنا كده هيبقى عندي تقديم تقديم للكهرباء وتأخير لصعود البستم للنقطة الميتة العليا. يبقى أنا أخرت صعود البستم للنقطة الميتة العليا وقدمت الشرارة. يبقى أنا خليت الشرارة بتجيله إمتى؟ قبل 45 درجة بالمنقلة. طبعا هتعمل حمل عكسي. الحمل العكسي ده هيؤدي لان المكنه هيبقى فيها ضغط داخلي، بدل ما هتديني 3600 لفه يا رجاله بتديني 2800 2700 لفه في الدقيقه. وفي نفس الوقت لما بتقدم الشراره بتاعه الوقود بتاعه البستم بتخلي درجه حراره المحرك ترتفع، فدي بتبقى من ضمن اسباب ارتفاع حراره المحرك في البستم الاوفست.
وبالتالي يبقى لازم نخلي بالنا ان التركيب بتاع التقسيم ده يعتبر من ضمن تقسيمة البستم، يوصل النقطة المية العليا الصلابين مفتوحين على التحييرة، يبقى أنا كده في وضع البستم اليمة الواسعة ناحية الكربوناتية. دي اللي هي الاي ان لقيتها انا في البستم ده مدقوقة غلط، ادت لان المكنة بعد فترة من التليين وهي واقفة دايرة معايا كويس ودايرة معانا كويس وتمام التمام، خرجنا بنشيل الحمل، المكنة راحت قافشة حتة حديد، ندور فيها بمارش ما بتلفش، نعمل ما فيش فايدة. فيبقى احنا هنا البستم تركيبه يبقى اتجاه اليمة الواسعة بتنقاس ونركبها في اتجاه الكربلاتي اللي هو بيعتبر في اتجاه دوران المحرك. يبقى كده احنا وصلنا لاني نوصل المعلومة لحبايبنا ان البستم اليمة الضيقة تبقى ورا ناحية الشكمان، اليمة الواسعة. ودي من الحاجات اللي هنشرحها ليه عمل كده المصمم او الديزاينر، ليه عمل كده في فيديوهات تانية ان شاء الله، ونقول تأثيرها عمليات كسح العادم وعلى القصور الذاتي للمحرك واتزانه الاستاتيكي، وازاي بتأدي لخروج كم كبير من العادم، وازاي بتساعد المحرك بعد ما يبدأ يشتغل إن ياخد من الشحنة السخنة اللي هي جاية بتقوم بعملية تسخين للبنزين. هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نرسم رسمة تكون توضيحية، ده تقريبا كده نجتهد على قد ما نقدر إن احنا نوصل المعلومة بتاعتنا. ونتمنى إن انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، ويا ريت اللي عجبه الفيديو يشيره ويعمل اشتراك يا رجالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.